السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، واللهم ارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم آمين. هنعمل ان شاء الله النهارده زي ما انتم شايفين كده مع بعض احلى شويه كفته حياتي، طريقتها سهله قوي وبسيطه، كمان من جوه مستويه جدا وما شاء الله طريه قوي ومش منفوخه معانا ولا مكتومه بقى، وهترمي معانا كميه حلوه من نص كيلو. هنعمل وجبه مشبعه جدا لحوالي 4 افراد بطريقه سهله او بسيطه، ما خدتش مننا وقت نهائي، وكمان مكونين اتنين هيخلوها معانا زي ما بنجيبها من بره بالظبط. مش هقول لكم بقى مكونات سريه والخلطه عندي حصري والحوارات دي والكلام ده، لا، ممكن تبقى الخلطة متعارف عليها عند ناس كتير، ولكن احنا زي ما بنقول كل مرة بنفكر بعد كده بأي تريكات احنا عايزينها في الأكل عشان يطلع معانا حلو وشهي وطعمه جميل ولذيذ، وما نضطرش ان احنا نعمل زي بره او نشتري من المحلات او ندفع 50 و60 جنيه في شوي كيلو او نص كيلو من اللحمة. طريقتها سهلة وبسيطة، هنقول يلا بينا وتوكلنا على الله وبسم الله. هنجيب معانا نص كيلو من اللحمه، طبعا مفروم، انا جايباه مفروم من عند الجزار، يعني في الدهنه بتاعته اللي احنا عايزينها. هناخد على نص كيلو من اللحمه حوالي بصله ونص كبيره، بصله كبيره كده ونص بصلايه كمان. طبعا انا هبشرهم كويس جدا واصفيهم من الميه، واخد التفل بس بتاعهم زي ما انتم شايفين. الكميه دي مظبوطه جدا على نص كيلو لحمه. الميه بتاعت البصل لازم نشيلها في جنب ومش هنرميها. هنحط معاهم كمان حوالي معلقتين كبار او معلقتين ونص كبار كده من البقدونس المفروم. انا هجيب البقدونس، هاخد منه الورق وهسيب العيدان، انا مش محتاجه العيدان خالص نهائي عشان ما تبقاش باينه جوه الكفته بتاعتي. يبقى انا هاخد معلقتين ونص من البقدونس المفروم، الورق بتاعه بس. وكمان هاخد معلقه كبيره كده او معلقه وربع من كفته، من خلطه الكفته. خلطه الكفته دي بنجيبها من عند العطار او بتجيبيها جاهزه من السوبر ماركت مثلا، من اي انواع شركات. هتلاقي خلطه الكفته موجوده كتير، متعارف عليها هنا وموجوده كتير. هننزل بقى بحبه من الثوم البودر وحبه صغننين من ورق اللوري المطحون برضو. ثوم البودر انا خدت حوالي نص معلقه صغيره، واللوري ده حوالي ربع معلقه صغيره. وكمان نزلت عليهم بنص معلقه صغيره من البابريكا عشان بس اللون تعززه معايا في اللحمه. هننزل بقى بالمكونين الاساسيين اللي هم بيدونا طراوه جامده جدا جوه اللحمه، وكمان بتخليها يعني ايه، مش مكتومه كده وطريه جدا معانا ومهويه كده زي ما بيقولوا يعني. نزلت بمعلقه كبيره من النشا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. النص كيلو لحمه بياخد معلقه كبيره من النشا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. دي كل المقادير بتاعتنا. خلي بالكم خلطه الكفته بيبقى فيها الملح بتاعها، فعشان لو كترناها او حطينا المقدار ما نكترش الملح اللي احنا هنحطه عليه. يعني انا هنا حطيت حوالي ربع معلقه وحاجه بسيطه من الملح كمان، عشان خاطر الملح بتاعها هيبقى مظبوط، لان كفته اللحمه اصلا قصدي التوابل بتاعت كفته اللحمه دي بتبقى فيها الملح بتاعها. اديتها بقى تقلبتين حلوين كده، واكون مجهزه الكبه بتاعتي عشان خاطر اديها وشين جوه الكبه. طبعا انت لو ما عندكيش الكبه خالص هقولك دلوقتي تعملي ايه. ممكن نستخدم الخلاط، ولكن خلي بالك الخلاط مش هياخد كميه كبيره، ممكن ياخد يعني ايه معلقتين لحمه بمعلقتين لحمه عشان يقدر يقوم معاكي الخلاط. فنصيحه بلاش الخلاط خالص يعني. هتروحي لابسه كلوفز في ايديكي كده وتفضلي بقى تعجني في اللحمه كانك بتعجني في عجينه كده. اعجنيها خالص خالص جدا جدا لحد ما هتشوفي القوام اللي احنا عايزينه دلوقتي، وهتحسي ان اللحمه الشعر بتاعها كده او فيها خيوط، تحسي انها مشعره كده او مليانه خيوط. ده القوام اللي احنا عايزينه للحمه بتاعتنا عشان يبقى مظبوط معانا لما نيجي نسويها، ما تاخدش وقت مننا خالص وتبقى مظبوطه معانا. طبعا كمان لو انت ما عندكيش الكبه ومش قادره تعملي بايديكي بقى والكلام اللي انا بقول عليه ده، بصوا الاول الشكل ما بين اللي هي مطحونه في الكبه ومش لسه مفرومه، يعني دي المفرومه ودي مش مفرومه. الخضار والتوابل اللي احنا حطيناها والبصل والكلام ده كله تجانس مع بعضه وادانا زي ما بتقولوا العجينه اللي انتوا شايفينها دي بالظبط. يعني شايفين بقى كميه الخيوط اللي جواها دي كده وصلت للي احنا عايزينه بالظبط. لو بقى ما عندناش كل الكلام ده وعايزين نستسهل، هنجيب الهراسه دي ونفضل نهرس في اللحمه لحد ما توصل برضو للقوام اللي انتوا شايفينه كده تمام. هتديكي نتيجه حلوه جدا بصراحه. الهرس انا جربتها قبل كده بعيد عن الكاميرا، بحيث ان انا لما اقول ان انا عملتها يبقى انا جربتها. طبعا هنسيبها مش اقل من ساعتين 3. انا كنت عاملاها من الصبح بدري، يعني انا طلعتها من بالليل تفك من الفريزر، قمت الصبح تبلتها وعندها في التلاجة، يعني قعدت معايا حوالي 5 6 ساعات لحد ما عملتها. انت مش هتسيبيها، يعني اقل حاجه قوي انك تسيبيها تقولي انك سبتيها في التتبيله هي ساعتين، عشان تقدر تشرب التوابل اللي انت حطاها وتبقى معانا كويسه، وعشان كمان تقدر تتشمع كويس ما تلزقش في ايديكي وانت بتعمليها بتصبعيها على العصيان. في خلال بقى ما احنا دلوقتي سايبينها
مكانها في التلاجة. هنيجي بقى نعمل شويه مكرونه حلوين كده. طبعا انت لو حابه تعمليها بعيش بقى وسلطات وطحينه والكلام ده يرجع لك. انا بقى حبيت اعملها النهارده بمكرونه. نزلت بقى بنص بصلايه صغننه خالص، ومعاها ربع معلقه من الثوم اللي هو الصحيح يعني بتاعنا، بس طبعا احنا عاملينه يعني دقينه كده. وهننزل بقى نحمرهم كويس جدا كده ياخدوا لون ذهبي زي ما انتم شايفين، وهنزل عليهم بالصلصه الحلوه اللي انا طلعتها من الفريزر تفك. وكمان هسيبهم يتسبكوا قد حوالي 10 دقايق كده معايا. اتسبكت معايا الطماطم ونزلت عليها بالملح والفلفل واديها تقلبتين. وكمان كنت سالقه المكرونه، نزلت عليها بالمكرونه. هتاكلي احلى شويه مكرونه في حياتك. بصوا تحفه يا جماعه، جربوا المكرونه بالثوم والبصل حلو جدا. طبعا انا مش هقول لكم برده ان هي عندي حصري في القناه والكلام ده، في ناس كتير بتعملها بالثومه والبصله، وفي ناس ما بتعملهاش بالثومه والبصله. جربوها بالثومه والبصله هتلاقوها بتنقل لكم المكرونه في حته تانية خالص. هنا بقى كان جه وقت الغدا خلاص، ان انا اقدر ان انا اصبع بقى اللحمه من التلاجة اهي. جبت بقى ميه البصل اللي احنا شلناها على جنب، ونزلت عليها بكيس من الصلصه، او بما يعادل معلقه كبيره من صلصه الطماطم الجاهزه اللي هي البيور يعني احنا بنشتريها من بره، وربع معلقه صغيره من السكر. ربع معلقه صغيره من السكر، ما نزودش عشان ما نحسش ان احنا بناكل اللحمه وعليها سكر كتير من بره. وكمان على فكره نزلت عليهم بحوالي معلقتين من الزيت، بس دي ما جاتش في اللقطه دي. طبعا انا جبت بقى هنا الصاج بتاعي وحطيت عليه الشبكه اللي انا هرص عليها. وجبت بقى عصيان الكفته دي مش عصيان الشيش يا جماعه. عصيان الشيش بتبقى ارفع شويه من دي، لكن دي عصيان الكفته. انا عندي حديد وعندي الخشب ده، بس بصراحه انا بفضل ان انا اعمل على الخشب. يعني انا جربت على الحديد ما حسيتش ان انا يعني قادره ان انا يعني تبقى اللحمه متماسكه عليه شويه زي الخشب بصراحه. فانا لما تجربي الاتنين هتحس ان الخشب افضل بكتير. انا هنا عملت اول واحد وضغطت عليه زي ما انتم شايفين بالظبط، والفيديو يعني شارح نفسه كده بصوابعينك الاتنين كده، تحس ان انت جايباها من عند الحاتي بالظبط. وهنحطها على الشبكه من فوق كده بالظبط زي ما انتم شايفين. هنعمل كوره بايدينا كده ونقدر ندخلها كده، يعني ندخل العصيان بتاعه الكفته دي. عايزه اقول لكم ان العصيان دي انا بستخدمها كتير، يعني هي بقى عندي بقالها كتير جدا وعملت بيها كذا مره. ولازم خلي بالكم النقطه دي مهمه، تنقعوها في ميه قبل ما تستخدموها. ليه بقى؟ عشان خاطر اولا ما تتحرقش مننا، وتنشف جدا. لو نشفت هتوقع اللحمه من عليها. لازم تنقعوها في ميه تبقى مبطبطه كده شويه قبل ما تعملوا عليها اللحمه. يعني هي لونها مغير من بره ومن على الطروف، ده اللي بيبقى يعني ايه تحت الشبكه بالظبط او قصاد النار على طول. فده لونها مغير. لكن هي معايا بقالها كتير جدا جدا ما شاء الله، انا عملت بيها كتير. يعني ممكن هقول لك دي 10 مره اعمل بيها الموضوع ده، فبتقعد معاكي وقت كبير. هنجيب بقى الخلطه اللي احنا عملناها بميه البصل والطماطم وربع معلقه السكر، وهندهن بيها بقى اللحمه من فوق زي ما انتم شايفين بالظبط كده. طبعا انا ما صبعتش بيها لان بحس ان هي هتوقع مني اللحمه وانا بصبعها، فانا اضطريت ان انا كده احسن بكتير، وبعملها على طول بتبقى معايا ناجحه جدا، وبتديها لون وشكل، وبتساعد كمان ان هي تاخد لون حلو قوي قوي تحت الشوايه بسرعه مع طبعا التسويه بتاعتها. هنزل بقى بكوبايه من الميه في قاع الصينيه من تحت، وادخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تستوي معايا وتاخد اللون المطلوب اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ده بالظبط زي ما انتم شايفين كده طلعت من الفرن وبقيه الميه موجوده. وطبعا الميه دي لونها محمر لان اولا نزلت من اللحمه صوص منها، وفي نفس الوقت كمان عملت معانا بقيه الخلطه اللي انا كنت دهنت بيها. نزلتها كمان مع كوبايه الميه اللي انا حطيتها في قاع الصينيه بتاعتي، او قاع الحاجه اللي انت يعني هتحطي فيها الشبكه بتاعتك. طلعت بقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله طريه جدا ومستويه جدا جدا من جوه، حاجه كده اللهم بارك تحفه. مش هنحتاج ان احنا نوديها تاني بره، هندفع مثلا 40 ولا 50 جنيه على الكيلو، ولا ان كان اقل عن نص كيلو. مش محتاجه خالص، عملناها بنظافه بطريقه حلوه جدا وسهله جدا، ما خدتش مننا وقت خالص نهائي. شكل تحفه. عايزه اقول لكم الريحه كمان يا جماعه ما شاء الله كانت جميله، ريحه تحفه يا جماعه والله العظيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. رش بقى عليها من فوق شويه بقدونس كده، ومن تحت شويه بقدونس، عشان لزوم ايه بقى التقديم بقى. طبعا العين بتاكل قبل البق. عايزه اقول لكم ان بالله عليكم اللي وصل لحد هنا في الفيديو ما ينساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل له كل جديد مننا باذن الله. ودي لسه ما يعرفناش، انا اميره سطور مطبخ اميره ورماس، وصفاتنا سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش زي ما قلت لكم اللايك عشان يرفع معايا الفيديو، والشير لو عجبكم الفيديو، وانا متاكده ان شاء الله ان هو يعجبكم. شايفين بقى كميه الطراوه اللي في اللحمه عامله ازاي؟ خفيفه جدا طريه جدا، تحس انها كده معاكي يعني ايه شو من جوه بقى مستويه، وكمان يعني ايه مش مكتومه. يعني بصوا كده، بصوا المنظر ما شاء الله من جوه مهويه خالص وحلوه جدا جدا.
احلى شويه كفته حاتي مع طبق المكرونه العسل. طبعا زي ما قلت لك لو انت حابه ان انت تعمليها بقى معاها سلطات وطحينه والكلام ده يرجع لك انت في التقديم بتاعك. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد باذن الله، ومع السلامه.